اهلا بكم اعزائي مشاهدي برنامج سينما السياسه. في الحلقه الفنيه النهارده احنا برنامجنا اسمه سينما السياسه. سينما يعني احنا لازم نغطي الافلام، ولازم نغطي الفيلم بيقول ايه، ولازم نغطي يعني ايه السينما. فكره سينما السياسه اصلا جات لنا ان احنا بنقول ان حياتنا كلها ماشيه زي السيما. الاحزاب بتمثل علينا، الناس بتمثل علينا، الوزراء بيمثلوا علينا، المحافظين بيمثلوا علينا، الدول الاوروبيه بتمثل علينا، الدول الامريكيه بتمثل علينا. مثلوا علينا ان هيلاري كانت هتنجح، فوجئنا بترامب هو اللي نجح، العنصري الصهيوني اللي هو عايز يبيد المسلمين كلهم. والنهارده ادى الانتشار ان احنا النهارده بننزل صور على السوشيال ميديا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الكعبة المشرفة اللي هي قلب الأمة الإسلامية، قلب المليار ونص مسلم، قلب العالم الإسلامي كله، بيقعدوا عليها استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الكعبة المشرفة قبلة وضرة الأمة الإسلامية، المليار وأكثر مسلم بيقعد عليها بني ادمين وتحتهم المسلمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. فوقوا يا مسلمين، ما عادش فوق يا مصر، ولا عاد فوق يا عرب، ولا عاد فوق يا شعب. ما عادش الكلام ده النهارده. في اللي جاي، اللي جاي لو الامه الاسلاميه ما فاقتش، لا للامه الاسلاميه وجود. الحكومات فاقت اهلا وسهلا، الشعب هو اللي لازم يفوق، لان الشعوب هي اللي بتجيب الحكام وهي بتجيب الرؤساء. فيا رب اللي جاي للأمة الإسلامية يكون أحسن من كده. النهاردة مجموعة من الشباب، مجموعة من الطموحين مش لاقيين مكان وسط النجوم، أبو 30 مليون وأبو 50 مليون وأبو 100 مليون، اللي احنا مش عارفين بياخد ال 20 مليون ودفع ضرايب كام؟ ما نعرفش. خد ال 10 مليون كتبهم في عقده كام؟ متهيألي مليون، ها؟ ولا نص؟ ولا ربع؟ ولا انت كنت بتشتغل مجانا؟ باين مجانا واحنا ما نعرفش. الناس دي بتدفع ضرايب ولا ما بتدفعش؟ الله اعلم. الدولة سايباهم وبتاخد منهم؟ الله اعلم. عقودهم بيضربوها وبيكتبوا كده اي عقود مع شركات الانتاج والاجور بتقل، ولا الناس بتعمل ايه؟ الله اعلم. لكن يجوا بقى لو واحد عايز قرض ب 10000 جنيه قبل ما بيمضي على ورقة بيبقى باب السجن مفتوح له. احنا مش عايزين كده بقى، احنا مش عايزين كده. احنا عايزين ابو 20 مليون تاخد منه ضرايب 2 مليون ونص وحصلهم. لان احنا لو راجعنا الكلام ده كله هنلاقي بلاوي متلتله يعني، وهنلاقي ملفات كتير. مجموعه من الشباب حسوا ان هم عندهم الموهبه، كانوا بيخشوا في ادوار صغيره، ادوار صغيره مع نجوم كبار. قالوا لا، طب ما احنا كويس النهارده جدا واحنا كده ممكن نعمل فيلم لوحدنا. احتضنهم مخرج رائع اسمه محمد عزت، طموح، عنده امل في بكره، شاب عايز الحياه تكون مفتوحه قدامه، مش عايز يقف عند حد معين، عايز يقتحم عالم السينما وعالم الكبار. وعمله لنا قبل كده عادل امام، اللعب مع الكبار. فجمع مجموعه من الموهوبين وعملوا لنا فيلم اسمه السراب القاتل. جابوا منتج صغنون على قدهم، بمصروفات زهيده، بمواضيع بسيطه، قدم رساله، ورق، يعني سيناريو جيد، يعني سيناريو جيد، مخرج فاهم يعني ايه كاميرا، شباب الحب من قلبهم موجود، فهيطلع على الشاشة شاب صادق وأمين. تعالوا نشوف نبذة صغيرة عن فيلم السراب القاتل ونرجع نكمل فقرات الحلقة النهاردة، لأن هي تشمل سياسة وسينما ورياضة. يا بنت ما تخافيش، جمدي قلبك النار وبطلي التردد اللي انت فيه، ودي خطة العمر
احنا كمان فكرنا كتير زيك كده، بس بعد ما شفنا العز والهنا ده نسينا يا اختي اي تردد او خوف. جربي يا بت ومش هتخسري حاجة، ولو ما جاش على هواكي سيبيه. انا خايف على نور من نفسها. كل اللي هتقدر يا باشا المظلوم مظلوم مظلوم. رجعنا لحضراتكم تاني بعد ما شفنا برومو برنامج او فيلم، معلش احنا اسفين لان احنا طبعا متعودين على البرامج على طول. شفنا فيلم السراب القاتل والبرومو الخاص به، وشفنا قد ايه المخرج محمد عزت الرائع المجتهد النشيط عمل لنا حاجات كتير قوي فيه، وقدم بامكانيات بسيطه وامكانيات ضعيفه حاجه كويسه، حاجه بتقول رساله للمجتمع. مش عبده موته، ولا هو كذا ولا هو كذا، ولا هو الامبراطور ولا هو الاسطوره ولا هو، لا، فكر ازاي تعالج قضيه. ممكن تعالجها بفكر الامبراطور والاسطوره، وممكن تعالجها زي الفكر اللي قال لنا عليه محمد عزت المخرج الرائع مع بعض الشباب الجميل جدا، اللي هو الهادف لمجتمع نقي. اصل اكمن الوزراء والمسؤولين والناس ده يا جماعه عايشين في اوض مقفوله يعني، ومعاهم 7-8 من الامن حراس بيهم، ومعاهم 10-15 مستشار عايشين نفس عيشتهم، فهم مش فاهمين ولا هم حاسين بالمعاناه من فيلم مثلا زي الامبراطور او الاسطوره. ما بيشوفوش النهارده ان هم بيربوا لي جيل طالع، الجيل دوت طالع على ان هو اقل حاجه عنده هو السيف والاسلحه البيضاء اللي ملت مصر كلها، والامن النهارده ما عادش عارف يلحقها منين ولا منين، من شغب الملاعب ولا من البلطجه اللي ماشيه في الشوارع ليل ونهار، ولا من ان كل حاجه النهارده بقت عنف. وزي ما يكون عايزين يحولونا النهارده ان احنا يعني سفك الدماء ده يبقى حاجه سهله يعني. كان زمان يقول لك انا النهارده ما اقدرش اذبح فرخه، لا ده النهارده بيذبح البني ادمين وبيقطع البني ادمين وبياكلوا البني ادمين وكل حاجه بتتعمل النهارده في ظل اعلام قاعد طول النهار باتنين بيشكلوا مع بعض. وشفنا المثل ده في احمد شوبير والاستاذ احمد الطيب، متهيألي يعني شفنا في امثله كتير جدا. طب لما كانت بعض القنوات الاخرى اللي مش هسميها بالاسم كانت بتعمل ده في اول الميديا القطاع الخاص لما طلعت، كنا بنقول عليها ايه؟ كان مسبيرو بيقول عليها ايه؟ كان بيقول عليها اعلام مشوه واعلام وازاي طب انت قبلتها على نفسك النهارده ليه وانت بتدخلها في قلب بيتك اهو كل يوم؟ وبقينا اعلام قاعد يفضح كل نفسه كل يوم، اعلام يسيء لنفسه اكتر مما يسيء لنا الغير. فدي كارثه من الكوارث. لا، وتلاقي كمان 2 اعلاميين بقى في مجال الرياضه وفي مجال الفن طالعين مشغلين اسطوانات الردح لبعض، ويا ريتها اسطوانات ردح تفيد المجتمع، ولا اسطوانات ردح تفيد المواطن. اللي انا بلاقي اسطوانات الردح دي كلها لمصالح خاصه جوه اتحاد الكوره، ولمصالح خاصه جوه التذاكر، ولمصالح خاصه جوه الرعاه. واصبح المبدا عندهم النهارده من يدفع اكتر فهو، ومن يدفع اقل فهو الفاسد وهو المحتكر وهو مبادئ مغلوطه، مبادئ اتربينا عليها. لا، مش ممكن نكون اتربينا عليها. زرعها فينا بعض الاعلاميين اللي هم النهارده بيتحكموا فينا او بيتحكموا في الناس. طيب ما هو ليه؟ ما هو النهارده عشان برضو المعلن هنخش في السياسه تانية وفي سكه تانية خالص، ان هي المعلن النهارده هو اللي بياخد عشان خاطر الاخ فلان الفلاني ده بيحقق نسبه مشاهده عاليه، والاخ فلان الفلاني بيحقق نسبه المشاهده العاليه. طيب اما نشوف احنا ان شاء رب العالمين تعالى بعد 5 سنين ممكن مشاهداتنا تبقى كام كبرنامج سينما السياسه، سواء على السوشيال ميديا او على القنوات. وهنشوف الاخوه المعلنين دول برضو بيستفيدوا كده من تحت الترابيزه ولا ما بيعملوا ايه بالظبط يعني، لان احنا برضو شعب مصري يعني، وبرضو موجودين في المجتمع المصري ولنا حقوق على بلدنا، وبلدنا لها علينا حقوق. احنا بنأدي حقوقنا، لكن لحد النهارده ما شفناش الوزراء ولا شفنا النواب ولا شفنا المحافظين
بيدوا لكثير من الناس حقوقهم. الفيلم كان إخراج البطل الرائع الشاب الجميل محمد عزت، وبطولة الفنانة الجميلة هدى المصري، والممثل أحمد زيدان، وأحمد المهندس، وبعض أبطال الفيلم اللي هم لسه بيشقوا الحجر. للأسف الكبار مش عايزين يشد بإيد الصغير. عايزين نقول لأي نجم إمبراطور النهاردة، مين اللي شد بإيدك أيام ما كنت حضرتك لسه طالع؟ هيقول لي العملاق فؤاد المهندس. مين اللي شد بإيد معاليك؟ هيقول لي الفنان الكبير فريد شوقي. مين اللي بشد بإيد بحضرتك؟ هيقول لي الفنان العظيم عبد المنعم مدبولي. مين اللي شد بإيد المطربة وردة؟ هنقول بليغ حمدي. مين اللي شد بالسيدة الفاضلة المغنية الرائعة السيدة أم كلثوم؟ هنقول محمد عبد الوهاب. يبقى إذن النهاردة كان في أجيال بتشد الأجيال التانية وبتعلمها وبتعملها وبتديها صف تاني وبتديها كدر وبتديها الحركة وبتديها الحرية. لكن عدنا النهاردة عايشين بقالنا لا يقل عن 20 سنة موت أي صف تاني في أي مجال لأنه هياخد مكاني، لأنه فاشل أصلا، ما هو خايف. اللي يموت واحد ويقبع واحد يبقى هو خواف، يبقى هو خواف. فيلم السراب القاتل أنا بعتبره فيلم لقضية من القضايا المهمة الخطيرة اللي هي بتمس كل سيدات المجتمع، وبتدينا اختيارين، يا إما الطريق الشمال اللي هو الغلط اللي الناس، يا رب اللهم احفظنا جميعا واحفظكم أيها المشاهدين منه، يا إما طريق الكفاح والنضال. والبطلة عندنا بتحقق طريق الكفاح وطريق النضال، وما بتستسلمش للضغوط ولا بتستسلم للمؤامرات اللي بتحاك عليها، ولا بتستسلم للمنتفعين اللي هم بينتفعوا من مالها الحرام او كانوا عايزين ينتفعوا من المال الحرام اللي هي كانت هتكتسبه من هذا الطريق. قدمته لنا الفنانة هدى المصري على اعلى مستوى، وحسينا ان هي فعلا من ارض الواقع، وحبينا نقدم واحنا بنعمل معاهم اللقاء الجميل الرائع اللي امتعني انا شخصيا هذا اللقاء في عربتنا. لا رحنا استوديو ولا رحنا فيلا ولا رحنا مكان، رحنا على العربية وعملنا اللقاء بطريقة جميلة بطريقة شيك. يا رب تعجبكم. نشوف المخرج والفنانين هيعملوا ايه، وهنرجع نخش في قضية سياسة. محدش يمشي وخليكم مع سينما السياسة. والله هو كان دور بيتكلم عن، يعني انا مش هقدر اقول تفاصيل طبعا عن الدور، بس هو كان بيتكلم عن موضوع هادف. يعني بيتكلم عن ان البنات ما تندركش تحت اغراءات اللي بتبقى قدامها بسبب المادة وبسبب الظروف الاقتصادية، يعني كتوعية للبنات مش اكتر يعني. كان دورك هدفه التوعية للبنات، بالظبط بنات المجتمع المصري اللي بيعيشوا على أحلام وبيعيشوا على أوهام بالظبط، وبيثقوا في بيتغروا كتير بالظبط علشان يوصلوا لأعلى مستوى ويبقى معاهم فلوس ويبقى عندهم كل اللي بيحلموا بيه. وطبعا ده غلط، يعني المفروض ما نسمعش كلام أي حد وما نصدقش أي حد بسهولة. يعني الفيلم الأول ليكي كان السراب القاتل ولا؟ لا كان في أفلام تانية. أمثال أسماء أفلام يعني كان في كان في حاجة اسمها الألتراس، كان برضو قصير، وكان في حاجات بقى بسيطة كده في مسلسلات إن شاء الله القادم إن شاء الله كده بعمل فيلم جديد برضو اسمه المسجون، لسه في البداية، يعني ما اقدرش اتكلم عنه. يعني حضرتك تقولي ايه عن الاستاذ محمد عزت وشركة الانتاج وزملاء فريق؟ والله احنا كلنا كنا فريق، يعني عايزه اقول لك احنا حسينا ان احنا اهل اصلا، مش بنشتغل مع بعض. يعني كان استاذ محمد احنا زي اخونا بالظبط، ما حسيناش ان احنا بنشتغل مع مخرج واحنا ممثلين خالص. كنا كلنا اكننا عيله وبنشتغل مع بعض كأسرة. فكانت روح التعاون هي المبدأ اللي معاكم على طول باستمرار. كلنا والله، ولحد دلوقتي احنا على صلة واحنا اصدقاء كلنا يعني. عايزك توجهي كلمة أخيرة إلى بنات جيلك، إلى من هم في مثل العمر من تجاربك الحياة الفنية. يعني
والله ما يصدقوش اي حد، خصوصا شركات الانتاج الكتير قوي اللي بتوهم ناس كتير وبتديهم امال كبيره جدا عشان يوصلوا ويطلعوا وبيلعبوا باحلامهم، وللاسف كلهم معظمهم يعني مش صح. أشكرك، وفي نهاية الحوار لو عايزة توجهي أي كلمة أخيرة تحت أمرك. أشكر البرنامج وأشكر حضرتك وفريق العمل اللي مع حضرتك كله، وأشكر زملائي اللي كانوا معايا في الفيلم وكل فريق الفيلم، وأشكر دكتور جورج وأستاذ محمد عزت وكل أصحابي اللي كانوا معايا. أنا اسمي أحمد زيدان، ممثل. دوري كان في فيلم السراب القاتل، كنت طالع بدور تاجر مخدرات. تمام. الشخص يعني في الفيلم. حضرتك الفيلم اصلا يعني عامه قصته يعني هادفه كويسه جدا، دي اللي شجعني ان انا اشتغل مع المخرج الكبير. انتوا عملتوا الفيلم السراب القاتل تحت شعار الفن الجيد وليس شعار الفن التجاري، صح كده؟ بالظبط. تمام. فهو حضرتك احنا يعني اهم حاجه في الفيلم الرساله اللي بيقدمها. تمام. الرساله اللي ازاي توصل للجمهور وازاي ان الجمهور يستقبلها، وحاجه كويسه ان طبعا مع المخرج محمد عزت ان هو مثلا يعني وصلنا للمرحله دي وشجعنا كتير قوي في التصوير وبدا يحفزنا والحمد لله يعني عملنا حاجه كويسه يعني الحمد لله. يا رب يكون عجب الناس وعجب الجمهور الحمد لله. الفيلم زي ما سمعنا من المخرج محمد عزت ان شاء الله قادم الى جوائز وقادم الى مهرجانات، ويا ترى تم تكريمك في اي مهرجان من السابق؟ كان في عاملين مهرجان كده تبع يعني هو مش مهرجان، هو حفله تبع الفيلم وكده، وكرموني في الفيلم. تمام. والحمد لله يعني شكرا للاستاذ محمد عزت وكل فريق العمل، يعني كان انبسطت جدا ان انا اشتغلت معاهم. وجه كلمه اخيره لجمهورك وكلمه اخيره الى منتج الفيلم ومخرج الفيلم وزملائك طبعا اللي لهم الفضل في انك انت نجم المستقبل. ربنا يخليك. انا بشكر كل الناس اللي توقفت جنبي واللي شجعتني وبشكر طبعا المخرج الكبير استاذ محمد عزت، الامام يا رب دايما، ولشركه الانتاج بتاعه GMK دكتور جورج وصفي بشكره جدا، وبشكر كل فريق العمل لان انا انبسطت جدا فعلا ان انا اشتغلت معاهم، ويا رب ان شاء الله في مزيد واحسن من لاحسن ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق وربنا يوفقك في مشوارك الفني. شكرا. فيلم السراب القاتل هو انتاج استاذ جورج وصفي، اخراج استاذ محمد عزت. الفيلم بيتكلم عن مشكله اساسا اجتماعيه يمكن هي من الدرجه الاولى، هي يعتبر نقطه الفقر اللي هي تعتبر دلوقتي شبه منتشره قوي. ايوه. ان بيخلي الفقر مثلا بيخلي البنت ديت بتخش طريق غلط، طريق ان هو مثلا فيها سكه مخدرات على سكه كذا، بس هو مش بالتفصيل ما اقدرش اقوله كله. بس الحوار ان هي بتفكر ده كله وهي خارجه. احنا نقدر نقول ان هو قصه اجتماعيه واقعيه من ارض الواقع بتعاني منها كل فتيات من درجه اولى الفقراء. الفيلم يعتبر شامل تجار مخدرات، على ان هم برضو يعني انا يعني تقريبا دوري انا برضو طالع انا على الدراع اليمين ايد معلمه، بشوفها، بحاول ان انا تنجذب اليها الكلام ده كده. حوار ان انا بسلم بضاعه وكده، وان انا المعلمه دي لازم انصفها اي حاجه، وبيجي الاخر ان في مرشد ظابط معانا وبيقع بيجي يمسكنا في الاخر والفيلم ينتهي. كدائما الشر ينتهي ويبقى الخير. طيب تجربتك مع الاستاذ محمد عزت وتجربتك مع شركه الانتاج هتقيمها وتقول عليها ايه؟ استاذ محمد عزت بصراحه معاملته في اللوكيشن كانت حلوه جدا، بيشجع، ممكن يضيف لك تفصيله حلوه، عارف ان يعني في روح الاخوه، يعني انا عارفها معرفه شخصيه، هو شخصيه محترمه جدا جدا جدا، مش بقى كنت بتعامل معاه على اساس ان انا مخرج وممثل، لا في اخوه في الموضوع، يعني بتعامل روح عنده روح طيبه قوي، روح العمل وروح الفريق، وعشان الممثل يقدر يبتكر او الفنان الشاب يقدر ان هو يبتكر اللي داخله، بيدي المساحه ان انت تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه، يعني مثلا لو ليه اضافه ممكن مثلا هنضيف حاجه كده ينور، لكن ما فيش اعتراض، الروح حلوه برده، كان الفريق نفسه الروح حلوه، لان هو اللي تعتبر نجاحة الفيلم اهم حاجه. طبعا روح الفيلم هي اهم حاجه، وروح كنتوا كتيم وورك مع بعضكم كفنانين وكمخرج وكمنتج وكل كاست الفريق العمل بتاع الفيلم،
هو ده اللي بيفنش فيلم على مستوى عالي جدا. في مهرجانات قادمه ان شاء الله. انت حضرتك خدت حاجه في المهرجان اللي فات؟ او حضرتك احنا اتكرمنا في مهرجان او يعتبر كمؤتمر لافتتاحيه الفيلم، لكن انا ليا اساسا شغل بره يعني، هي الحمد لله بره يعني في حاجه ثانيه. تمام. نقول لحضرتك استاذ احمد المهندس بالتوفيق ان شاء الله في الافلام القادمه، ويا رب نشوفك بعد عامين ولا 3 نجم من نجوم الشباك باذن الله تعالى. ربنا ان شاء الله. اشكرك، اتشرفت بضيافتك جدا وسعيد جدا معرفتك. اشكرك جدا جدا يا استاذ احمد. ان حضرتك تكلمنا عن فيلم السراب القاتل النهارده، بدات الفكره ازاي وازاي نجحت ان انت تحقق لنا هذا الفيلم العظيم؟ اولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وحضرتك منورنا في القاهره ودايما مزيد من النجاحات في البرنامج الجميل، وانا اتشرفت ان انا معاكم النهارده. اشكرك. السراب القاتل يعتبر 7 أو 8 فيلم بعد كذا فيلم منهم روح شهيد للشرطه والجيش، كنت عامل حاجه كده للشرطه والجيش. بعدها جه السراب القاتل. السراب القاتل بيتكلم عن مشكله اجتماعيه، فتاه بتحلم بالثراء، مستعجله عايزه تبقى غنيه، هي نفس المشاكل اللي بيعاني منها الشباب المصري. طبعا بس اعملها بقى بشكل جديد شويه. يعني انا دايما بميل للحاجه الاجتماعيه اللي فيها افاده وهدف بس بشكل جديد. فبتسيب بيت اهلها، بتسيب بيت والدها اللي هو على المعاش، ومامتها بتخدم في البيوت. وبتتعرف على صديقه ليها بتغريها بقى ان في معلمه بتشغل البنات والشباب. الشغل ده بس ده بيبقى يعني بيبقى حاجه مختفيه، هي بتبقى مش مقصوده يعني. بس فهي بتتعرف بقى على حد غني في كازينو وحاجات كده، بياخدها يعني يعشمها في فيلا والفلوس الكتيره والكلام ده. وبعدين بتكتشف في الاخر ان اصلا ما فيش فيلا وما اتجوزهاش اصلا، المأذون كان يعني تمثيليه. كان مزور. مظبوط، كان تمثيليه وكده. وفي الاخر بيحصل فيها مشاكل وجريمه قتل، بتتهم والدتها بجريمه القتل. هي كانت بتخدم في البيت ده، في الفيلا دي. ففي الاخر بتضطر البنت انها تكشف ان هي القاتل يعني. عشان المشاكل اللي كانت قابلتك في الانتاج وقابلتك اثناء التصوير، وانت ما شاء الله شايفك عامل في الفيلم كاست شباب جميل رائع، وانا بعتبرهم ان شاء الله يكونوا فنانين المستقبل يعني. يا رب العالمين. ففي مشاكل اتقابلت في مشاكل انتاجيه قابلتنا، وهو دي اصلا بتقابل معظم يعني المخرجين. للاسف يعني، خصوصا لما بتكون فكره هادفه بتبقى صعبه شويه، لان ما فيهاش يعني عنصر التجاري. تمام. فالمنتج طبعا مش يعني انت بتقدم الفن، مش الفن التجاري. مظبوط. والحمد لله الشباب كتير على وعي بده. لوكيشنات بتقابلتنا مشاكل اللي احنا نلاقي لوكيشنات. طبعا المعدات برضو بتبقى في اوقات كتير غاليه. هي دي. يعني انا تعبت جدا عشان اطلع من حاجه بسيطه او امكانيات بسيطه اطلع منها يعني حاجه كويسه، والحمد لله فضل من ربنا يعني. بشهاده النقاد الحمد لله العرض تمام يعني. اتعمل الافتتاح وينزل سينمات قريب وكلام من ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله موعد نزوله هيكون امتى؟ هو يعني مهرجانات، بينزل في مهرجانات، ومشتركين في مهرجان دبي ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. والحمد لله تم تكريمي يعني عن الفيلم دوت. الحمد لله، واللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. طب ايه اللي جاي بقى؟ اللي جاي منك سبق البرنامج سينما السياسه. بسم الله الرحمن الرحيم. في فيلم اسمه اصوات من الماضي، وده يعتبر ده يعني لسه يمكن اول بروفا، ان شاء الله هبتديها اليومين الجايين دول. اصوات من الماضي هو تاليف الاستاذ هيثم محمد، عامل قصه حلوه، سيناريو وحوار واخراج محمد عزت. برضو بيتكلم عن حاجه وطنيه. عايز اقول الشهداء بتوع التاريخ، من ضباط، من مدرسين، من رياضيين، اي شهداء عملوا حاجه كويسه لبلدهم. احنا فين من الناس دي؟ الناس دي ضحت ووقفت، احنا المفروض نكمل. فانا بتكلم في النقطه ديت من خلال 2 شباب فاسدين. بيروحوا مكان، مش عاوز طبعا يعني احرق الاحداث. يعني هو الفيلم عموما بيتكلم عن الشهداء.
يعني مش لا يعني مش الشهداء كشهداء، انا بتكلم عن الافاده اللي الناس دي ضحت بنفسها علشاننا. وليكن مثلا كمثال بسيط حرب اكتوبر، الشهداء تعبت والجنود عبرت وتعبنا، وفي الاخر في شباب بتتاجر في المخدرات. صحيح. فاهم. فانت بتقدم للشباب النموذج القوي والنموذج القدوه اللي هو بيقدر يشتغل. عايز اقول ان العسكري اللي حارب ومات علشانك كمل مسيرته، صح، ما تفسدش. بس هو ده المقصود من الفيلم يعني. حضرتك ممكن تقول ايه للاجيال القادمه وتقول ايه للفنانين الصاعدين والمواهب اللي احنا شايفينها على للفنانين الصاعدين؟ عايز اقول ان الفن امانه، الفن حاجه كويسه جدا، نتقي ربنا صح في المنتج اللي احنا هنقدمه او الهدف الفني اللي احنا هنقدمه للناس، لان مش عاوزين يجي علينا وقت الاجيال القادمه احفادنا يجوا يقول انتوا قدمت لنا حاجه وحشه. احنا لغايه دلوقتي بنقول الله يرحم اسماعيل ياسين والناس اللي فانا قدموا لنا فن نظيف، فاحنا عايزين نبقى كده. بالنسبه لبلدنا اتمنى الخير لمصر، اتمنى ان شاء الله يعني دايما نبقى في تقدم وخير وسعاده يا رب، وكل سنه طيبين. شفنا القضية الفنية، شفنا فيلم السراب القاتل قال لنا ايه وراح فين وعمل ايه، وشفنا الفنانين اتكلموا عن تجربتهم واحنا في عربتنا، علشان برضو ما هو كله امكانيات واحنا مش محتاجين. المهم احنا عندنا عايزين رسائل معينة بنوصلها واهداف معينة عشان الكلمة امانة، كلمة امانة. القضية السياسية اللي عندنا النهاردة تخص محافظة الدقهلية. محافظ المحاسب حسام الدين إمام بناء عن طلبات لمواطنين الشيخ حسنين قدموها للنائب أحمد الشرقاوي. محتاج الشيخ حسنين تطوير، هو ميدان واسع جدا ومن أفخم الميادين ومن أقدم الميادين اللي موجودة في المنصورة. في جامع يعد الأول في البناء من المنصورة. الأهالي عايزة تستغل هذا الميدان، تستغله في أعمال تجميلية، يكون ميدان يليق بأهل العباسي ومحمد فتحي والسلخانة ومشعل المناطق المجاورة كلها، وهو ميدان حيوي يرتبط فيه أسواق ويرتبط فيه مواقف سيارات. فكل اللي الأهالي طلبوه هو تنظيم هذا الميدان وتجميله، وقدموا الطلبات ديت للنائب احمد الشرقاوي مشكورا. نقدمها للسيد المحافظ الدقهلية حسام الدين امام. المحافظ قرر انه يزور هذا الميدان ويشوف على الطبيعة المطلوب ويتقابل مع مواطنين المنصورة ومواطنين الشيخ حسنين، وفعلا كان يوم جميل ولقاء شعبي يتلاحم فيه المسؤول مع المواطن ليتعرف فيه على مشاكله كلها. وتتلخص المشاكل اللي هي كانت بتتكلم فيها ان تجميل الميدان وزراعته باشجار مثمره او زراعته بمنظر تجميلي علشان الناس تبقى عايشه عيشه كريمه، يعني مش مطلوب اكتر من كده. يعني لهم طلبوا يعني فيلل ولا طالبين بيوت ولا طالبين شقق ولا طالبين، ده طالبين رصف للشارع، تجديد البنيه الاساسيه، الصرف الصحي يبقى حاجة كويسة، بلعات أمطار، الإنارة والكهرباء تتصلح وتتظبط. وبعدين ده ميدان في وسط بلد جميلة، يعني المنصورة، يعني ده المنصورة بلد الجمال، والمنصورة بلد طول عمرها بلد متقدمة في الطب، متقدمة في التعليم، ومتقدمة في مجالات كتير جدا. المحافظ مشكورا مع النائب أحمد الشرقاوي توجههم إلى ميدان الشيخ حسنين. كانت ملحمة شعبية فعلا، ملحمة شعبية، التحام ما بين، وهتشوفوا انتوا حضراتكم مش هنتكلم كلمة لما نكون فيها صادقين وعارفين احنا بنقول ايه ومستندين الى الصوت والصورة اللي انتوا هتشوفوه. المحافظ قعد فعلا وسط حشد جماهيري، ما قلقش. المحافظ ما قلقش من الجماهير، ابناء بلده، ابناء المنصوره، ما قلقش، ما كانش الامن محوط عليه زي ما بنشوف في العيد الكبير اللي فات. فاكرين ولا افكركم الاستاذ المحافظ المنوفيه اللي عمل حاجز للصلاه وصلى هو في مكان
وترك باقي المواطنين في مكان آخر كأنه هو من عالية القوم، والشعب هذا الشعب ليس ابن هذه البلد. لا، هيا بنا نزرع ونقول إن المواطن هو ابن البلد، والمسؤول هو ضيف على الكرسي، ولما ينزل منه يبقى ابن البلد، عشان كل مسؤول يعرف إنه بياخد مرتبه من دم الناس دي، من خير البلد دي، من بترول البلد دي، من ضرائب الشعب دوت، ويؤدي مهامه على أكمل وجه، ويراعي ربنا سبحانه وتعالى عشان بلدنا تنهض وتتقدم. لابد انك تكون كمسؤول قدوة للناس، ولابد انك تكون كمسؤول تقدم النموذج الجيد عشان الناس تحظى بك وتعمل زيك. يعني بلاش تحظى بك لحسن تكون تقيلة على الكلمات ولا حاجة. هنشوف لقاء المحافظ، أجريت معاه الحوار، اتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الشفافية عن مطالب أهالي الشيخ حسنين. قال إن المطالب دي كلها في رقبتي، المطالب دي كلها تتنفذ. أثناء تصوير الحلقة أصدر أمر فوري بإصلاح شارع السلخانة من بنية أساسية ومن أسفلت ومن كهرباء ومن كافة كل الأمور. هنشوف جولة المحافظ في ميدان الشيخ حسنين، وهنرجع نكمل الفقرة الرياضية اللي بينكم وبيننا النهاردة، وهتشوفوها وهتعجبكم إن شاء رب العالمين تعالى. يبقى احنا كده حلقتنا النهاردة سينما السياسة، فيها السيمة وفيها السياسة وكمان الرياضة. اول حاجه العربيات اللي بتقف حوالين الجامع والمراجيح دي، وتاني حاجه بنقول العربيات اللي بتقف حوالين الجامع دي موقف يعني باركن مالها يعني مما يعوق الاسعاف. يعني عند الاسعاف ما بعرفش اطلعها، عند دار المناسبات، عند الماتم ما بعرفش، العربيات بتتحط قدام الجامع ما بعرفش اتحرك منها. وكذلك برضك المراجيح ليل ونهار، ولما لي ناس سبرسيه ولما لي ناس وحشين. وبرضك الموقف بتاع صندوق وبتاع نقيطه مش مخلي، يعني بيعمل حوادث كتيره. والنافوره اللي محطوطه دي نافوره ومش نافوره، يعني النافوره اللي محطوطه دي نافوره ومش نافوره، ما فيش منها اي منفعه. يعني نرجو من سيادتك والسيد المحافظ والمسؤولين بشيلها، او على الاقل حتى حاول بدل ما العربيات تقف حوالين الجامع تقف عنده، ويخصصوا لها ناس من الاحياء تذاكر بالانتظار. المنطقه دي لما عشوائيه ولما ناس وحشه وفتوات وبلطجيه، الحته اللي هي في النص دي اللي هو بيتقال عليه نافوره الشيخ حسنين، ولا نافوره ولا يحزنون. الحد دي مسؤول، بيقعدوا زارعين وقلبين وعاملين ورد وعاملين بتاع، وبعد ما يمشي كله يشال. المفروض ان المكان ده هو يتعمل محلات، ياخد اكتر من 250 محل. 250 شاب، 250 محل، 250 شاب هتساعدهم. ابنك وابني وابن التاني وابن التالت هيعمل محل، هيجي لا مؤاخذه قدام منه هيكنس وشه ميه. الاكشاك ما ياخدوش بتوع المحلات، ولا المحلات اللي هتعمل محليات. الناس اللي بتقف الباعة الجاهلين اللي ما لهمش اماكن ولا لهم اماكن في سوق الخضار. يعني انا واحد من الناس ديت، انا بقى متجول ومعايا عربيه، يجي مطابه المرافق ياخدها مني، اروح اطلعها يقول لي 1000 جنيه، ده ياخدها تزرع الملجأ وياخد العربيه يعدمها يكسرها وكان هو بيستريل عليه.
اوعدكم ان شاء الله باذن الله ان دي مش اول زياره. اول ما يبدا الرصد مهندس عبد الحميد ان شاء الله باذن الله هكون قاعد في وسطكم زي العادة لغايه ما نخلص الرصد بتاع الشارع والمكان يتنظف ويبقى يليق باحسن ناس موجوده في مصر. الحاجه الثانيه اشكل لجنه هندسيه تيجي ترفع المكان كله تشوف احسن حاجه نقدر نعملها نفيد فيها المنطقه ونفيد فيها اهل المنطقه نخليه مكان يليق لان ده اصل محافظه داخليه او اصل مدينه مصر، اصل البلد. نعمل جراج متعدد، نعمل مشروعات في هذا المكان الجميل ده بما لا يعوق المرور وبما لا يغير من الشكل الجمالي. ازاي نقدر نطور منطقه الشيخ حسنين بالكامل، سواء شوارع البنيه التحتيه قربت تخلص، الشوارع الرئيسيه ديت ان شاء الله باذن الله نشوف تطويرها هنخلصه، يمكن هو داخل في خطه 16 17. في لجنه هتتشكل لدراسه ان انا ازاي اقدر اعمل استفيد بهذا الميدان الكبير اكبر استفاده ممكنه، سواء باركنج متعدد الطوابق او اي مشروع يخدم المنطقه ويخدم اهل المنصوره ان شاء الله باذن الله. يفضل لا ده المستوى ده كمان لا هنبقى احسن منه، وهتبقى في متابعه باستمرار لاعظم منطقه انا شفتها، وانا فرحان بالناس الطيبين اللي انا حسيت عليهم الطيبه، ومحتاجين حاجات بسيطه جدا ترضيهم، وان شاء الله باذن الله احنا عليهم احسن من اللي هم محتاجين نقطع وعد على سعادتك لاهالي الشيخ حسنين. الوعد اللي على وعد ان منطقه الشيخ حسنين هي من اول المستهدفات بتاعتي بعد تجديد الثقه. أعزائي المشاهدين اللي انتم ما بتسيبونيش في أي حتة في أي مكان سينما السياسة بيتواجد، بلاقيكم حوالينا، بلاقيكم معانا، بلاقيكم دايما بتدعونا، بلاقيكم دايما بتشوفونا، بلاقيكم دايما بتقولوا لنا اطلع ودي هات. يبقى المشاهد النهارده هو اللي بيدينا الدفعة. احنا بنسيب أرقامنا على الشاشة عشان اللي محتاجنا يقول لنا، عشان اللي عايزنا في أي تصوير يقول لنا تعالى عشان يرصد مشكلته وهنتابع حل مشكلته كمان. قدمنا الفقرة الفنية ودخلنا قدمنا الفقرة السياسية، يتبقى لنا في تلك الحلقة الفقرة الرياضية. عفوا أعزائي المشاهدين، قدمنا هنخش النهاردة دلوقتي الفقرة الجاية، الفقرة الرياضية، وهي بتقول ايه؟ زي ما في الفن شباب موهوب وشباب جميل جدا وشباب عايز يعمل حاجة لبلده لكن هو مش لاقي الفرصة، عايز يعمل حاجة لنفسه لكن هو مش لاقي يعمل حاجة لنفسه ازاي، وللأسف الشديد مش لاقي قدامه قدوة، مش لاقي قدامه قدوة فعلا تاخد بإيده، لكن لا قدامه زي ما قلنا في التقرير الفني، لا قدامه الأسطورة فشافه فقلده، انما ملقاش قدامه العالم الجليل اللي هو يقدر يقول له، ملقاش قدامه الرياضي اللي هو مش زاحب مصالح خاصه. احنا عندنا مشكله خطيره في مصر وهي غياب القدوه. القدوه مش موجوده. كان زمان القدوه هي اللي بتقود، القدوه هي القياده، القدوه هي من انا عايز فلان الفلاني ابقى كذا. النهارده اسال اي شاب تحت سن ال30 او تحت سن ال35 يقول لك انا قدوتي اسم اجنبي، ما بيقولش اسم مصري، لا في المسؤولين ولا في الرياضيين ولا في الفن ولا في الكلام ده ولا في الحاجات دي كلها. هو عنده لانه اتربى على كده، هو شاف نفسه في ده، هو عايز يبقى حاجه كويسه. المواطن ده سواء كان شاب او كبير او امراه او بنت او ايا كان عايز يبقى حاجه كويسه، فشايف الغرب متقدم عننا. شايف يا جماعه والله العظيم 3 النهارده شباب من الشباب بيقولوا احنا نفسنا نبقى قدوة لبعض اخواتنا الهنود اللي كنا الصناعة النهاردة قدوتها الهندي، واحنا لسه نيام، واحنا لسه مش عارفين نصنع إبرة الخياطة،
مش عارفين نصنع عود الكبريت، مش عارفين تحولنا لدولة استهلاكية. والكلام ده بيتقال بقاله كام سنة، لكن احنا مش عايزين بقى كلام، احنا عايزين فعل وخطوات تنفيذية. مجموعة شباب جميل جدا من طلبة كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة عايزين يعملوا دورة بينهم وبين بعضهم في بطولة الهوكي. جات لهم الشركة المصرية اللبنانية رعت هؤلاء الشباب ورعتهم وقالت لهم هنعمل لكم كل حاجة، لأن إمكانيات كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة إمكانيات ضعيفة، إمكانيات يدوب تغطي المرتبات عن حاجات بسيطة يعني. فمشكورين تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ كرم موافي ومعه المدير التنفيذي كابتن صبري شعبان. أقيمت البطولة وكان يوم جميل وكان يوم رائع جدا. كانت بين 6 فرق المشاركة، وصل منهم 2 للنهائي. قدمت الشركة المصرية اللبنانية الكثير والكثير من الجوائز والهدايا وكأس البطولة. كان يوم رائع، أضافوا جو من السعادة والبهجة والفرح إلى إخوتنا الطلبة في 3 في 4، أبناء صغيرين قدامهم المستقبل كبير، طموحهم عالي، مش لاقيين. الحمد لله رب العالمين عندنا في المنصورة افتتحت الشركة المصرية اللبنانية كفرع في المنصورة عشان تبدأ تشتغل بقى في جمهورية مصر العربية ولا تعتمد على الأندية اللي هي أصلا مجلس إدارة. يعني النادي ما بقاش حاجة اسمه نادي شعبي، بقت في حاجة اسمها النهاردة مجلس الإدارة. مجلس الإدارة اللي بيقعد يلعب في الانتخابات ويزور الانتخابات علشان هو اللي ينجح ويفضل مستمر على الكراسي وما يديش الفرصة لأي حد تاني، بالرغم من انه هو مش ناجح، بالعكس ده بيخرب في النوادي كلها وبيعمل كل ما هو يسيء للنادي ولرموز أي نادي في جمهورية مصر العربية، خاصة الأندية الشعبية. أما أندية الشركات فلها ما لها وعليها ما عليها، والمفروض ان احنا لو فتحنا لها حلقة نفتح لها حلقة و2 و3 و4 و10. البطولة أقيمت في كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة وبرعاية العميد أسامة عبد الرحمن والدكتور عبد الرحمن مجاهد مشرف المادة، اللي قدم كل الدعم وكل المساندة للطلاب. وكمان الشركة المصرية اللبنانية بقيادة الأستاذ كرم موافي والكابتن صبري شعبان قالوا هنتبنى هذه المواهب اللي هي طالعه لنا وهنقدم لهم أحسن مما يكون في الرعاية، وهنخوض بيهم بطولات على مستوى الدول العربية. وعايزين كده، عايزين بدل شركة مصر اللبنانية شركة واحدة تبقى 20-30 شركة، بدل بريزنتيشن ديت اللي طالعة تتشاكل كل يوم والتاني علشان بث المباريات وعشان ما خدت الحق الحصري. احتكار في الرز، واحتكار في السكر، واحتكار في العيش، واحتكار في القمح، واحتكار احتكار احتكار احتكار. انتوا عايزين تغيروا اسم مصر وتسموها احتكار ولا ايه؟ عايزين تبدلوا النيل بالاقفال ولا ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين تشيلوا لنا الهرم وتعملوا عليه سور وسجن عشان تبقوا محتكريننا؟ احتكرتوا قوتنا، احتكرتوا ملاعبنا، احتكرتوا دوانا، احتكرتوا عشنا، احتكرتوا فينا كل شيء. مش عايز اضيع فرحة الناس بالبطولة الهوكي الرائعة. تعالوا نشوف الفرحة ونرجع نكمل تاني مع بعض.
طبعا انا احب في الاول اشكر اداره كليه التربيه الرياضيه متمثله في السيد عميد الكليه لاهتمامه ورعايته الاحداث الرياضيه دائما واكتشاف الموهوبين. وبشكر برضو طلبه قسم الاداره عندنا اللي نظموا حدث وجابوا مجموعه من الرعاه زي ما احنا شايفين، مجموعه مختاره ومجموعه ممتازه قدروا ان هم يكتشفوا النهارده مجموعه من المواهب اللي موجوده داخل كليه التربيه الرياضيه. بشكر برضو الدكتور عبد الرحمن مجاهد استاذ الماده المسؤول عن تنظيم الحدث. وبشكر زي حضرتك ما شايف احنا كليه عندنا بتقدم مجموعه من الخدمات للمجتمع متمثله في مجموعه من البرامج سواء في بطولات او الاحداث الرياضيه اللي بتنظمها الكليه. من خلال الاحداث دي بنقدر نكتشف خبرات تنظيميه للطلبه، نكتشف مجموعه من المهارات الخاصه بالطلبه. ثانيا الطالب بيتعلم حاجات كتيره داخل مهارات الاتصال والتواصل مع المجتمع وازاي ان هو يقدر يجيب رعاه ويتواصل مع المجتمع الخارجي. ثانيا بنقدر ان احنا نوجد كوادر، الكوادر دي تقدر ان هي في الفتره الجايه تقدر تخدم المجتمع وتقدر تنهض بالدوله المصريه باذن الله ان شاء الله. هو طبعا القصه كلها اللي احنا المفروض فيه تخصص متخصص هوكي تمام تبع قسم الاداره. المفروض اللي احنا بنركز على الطالب ازاي يدير الايفنتات الكبيره تمام، ومنها التخصص اللي احنا عاملينه. الفكره عندي جت اللي المفروض كل الايفنت من A to Z تمام اللي تنظموا الطلبه قسموا بعض طبعا، وانا كنت المشرف عليهم بس ما اتدخلتش يعني كل الاشراف ده بامانه او كل التنظيم اللي عملوه ده الطلبه تمام، وانا مشرف من بعيد لبعيد. كان هدفي ان هم حتى لو غلطوا او في اخطاء تمام احنا هندرج الاخطاء دي تمام، بس اهم حاجه الطالب يتعلم وياخد الجرأه في نفس الوقت انه بالظبط تمام. في لجنه اسمها لجنه التسويق تمام، لازم نعرف هم ازاي يعملوا سبونسر تمام، وجابوا الراعي والراعي جه وقاعد مشكورين طبعا منورنا تمام، ازاي يتواصلوا مع وسائل الاعلام، ازاي يعملوا لجان المعيشه، ازاي يعملوا لجان الجوائز والكلام من ده. انا طبعا سعيد جدا ان اليوم طلع بالشكل ده. في قصور واحنا معترفين ان شاء الله هنضربه في البطوله الجايه تمام، لكن هم يشكروا وطبعا الفضل بعد ربنا للطلبه. اهلا بيكي، تعرف عليكي؟ فريد اشرف الشيخ. اسراء محمود. اسماء محمد البدال. انا عايز من كل واحده كده دورها المختصر في اليوم الرائع الجميل والتنظيم الحاشد. انا لجنه تنظيم، قمنا بتنظيم البطوله وخلينا على اكمل وجه. جبت الحكام منين؟ الحكام اخترناهم من بنات الفرقه الرابعه، البنات التخصص الهوكي. اخترناهم واتكلمنا معاهم وهم قالوا لنا ان هم يجوا معانا تفضلا منهم يعني. تمام. انت لاعبه؟ بتلعبي؟ احنا في التخصص الهوكي موجودين كلنا وبنتعلم طبعا، بس احنا النهارده تنظيم. تمام. الدكتور عبد الرحمن مجاهد كان دوره ايه معاكي النهارده؟ دكتور عبد الرحمن اللجنه العليا، وطبعا كان دوره اساسي في كل حاجه من الاول للاخر، كان ماشي معانا في كل حاجه. يعني ساعدنا في حاجات كتير طبعا، بموافقات كتير من الكليه، ما تعبناش في اي موافقات في اي حاجه. طبعا بنشكر الراعي الرسمي للبطوله الشركه المصريه اللبنانيه، وبنشكر حضراتكم انكم شرفتونا في اليوم ده، وبنشكر زمايلنا اللي شاركوا معانا في البطوله النهارده، ساعدونا كتير. طبعا في قصور كتير احنا بنتاسف عنها طبعا، بس يعني احنا لسه برضو بنتعلم ولسه طلبه. لا ما بعد كده جبتوا الرعاه ازاي؟ عملتوا ايه؟ نزلنا انا واللجنه البنات التخصص في لجنه التسويق، نزلنا واتكلمنا مع الراعي والكابتن كرم موافي، بنشكره جدا على حضوره معانا وعلى مجهوداته معانا وعلى الجوائز اللي عملها لنا، واتكلمنا معاه وشرحنا له الموقف وحب يشترك معانا، وفرحنا جدا ورحبنا بيه جدا وتشرفنا بيه جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا محمد عماره، متحدث الرسمي باسم اتحاد طلاب الكليه ومنسق عام اتحاد الكليه، وان شاء الله معاون رئيس الجامعه في الفتره القادمه باذن الله. دورنا النهارده ان احنا كنا اشراف عام عن البطوله، ان احنا كنا بننظم البطوله بشكل يعني يمكن كان في مساوئ شويه، كان في نقط سلبيه موجوده عند بعض التنظيم، ولكن ده برضو بيرجع لان طالبات الفرقه الثالثه شعبه الاداره تخصص الهوكي يعني يعتبر من مستجدين لسه واول لسه في المجال بالظبط، وما عندهمش خلفيه كبيره برضو في النشاط. صحيح. فاحنا بنحاول نساعدهم بحيث ان احنا ننمي قدرات التنظيم، وان احنا نظهر لعبه الهوكي، وخاصه انها مش ظاهره في جامعه المنصوره وبالاخص كليه التربيه الرياضيه المنصوره. دكتور كرم موافي، اهلا بك يا دكتور. الله يخليكم، شكرا لكم وشكرا لقناه سينما سياسه، وانا متشكرين. واحنا بنعمل عمل للابناء البلد على المواهب وبنساعد المجتمع. احنا شايفين النهارده عمل رائع، عمل ايجابي، عمل مميز جدا جدا، شهادات تكريم، دروع، كاس للبطوله، دعم لبطوله الهوكي ودعم للعبه الهوكي في مدينه المنصوره. الفكره جت لحضرتك من قريب ولا من بعيد؟ لا، الفكره هي دراسه قديمه احنا بنشتغلها بره مصر،
وان انت عاوز تساعد الموهبه تجيب الموهبه من تحت. احنا عارفين ان الجامعات مليانه مواهب ومصر مليانه مواهب، فاحنا بنعمل حاجه اسمها البطل الاولمبي. فانت عشان تجيب البطل الاولمبي وتساعده مفيش، انت فاهم الموارد مش هتجيبه جاهز، انت عايز تجيبه صغير. فاحنا نجيبه صغير واحنا ننميه واحنا نساعده، وكده نقدر نجيب للبلد ميداليه اولمبيه ان شاء الله. فكره الشركه فكره رائعه ان هي ما لجأتش الى النوادي بل لجأت الى طلاب كليه التربيه الرياضيه. النوادي بيسموه ده الشغل التسويق والشغل الرياضه بيختلف عن شغل النوادي. انت عايز تجيب المواهب وتنميها وتظهرها. مصر مليانه مواهب كتير، في السباحه وفي السله وفي الهوكي، والالعاب دي كلها ما كله مركز على كره القدم. صحيح. بالعكس احنا ابطالنا لما نيجي نتفرج على اوروبا، بنتفرج على افريقيا، كلهم بتلاقيهم كل يعني عند منتخب غانا مثلا كله في كل الالعاب مسيطرين. صحيح. في الجري، في الرمح، في الملاكمه، في كل حاجه. احنا هنا قليل. كرم جابر، بعد كرم جابر مش لاقيين مصارع تاني. كمال اجسام مفيش. فدي كلها الموارد. الاتحادات مفيش فيها موارد، الانديه شغاله بنفسها. فاحنا عاوزين نعمل حاجه اسمها البطل الاولمبي، فلازم احنا نستثمر شغلنا ومجهودنا بالطريقه دي. يعني نقدر نقول ولاده شركه جاهزه لرعايه الابطال الاولمبيين من المهد واكتشاف المواهب. في مواهب كتير. انا عشان اجي بنادي هتيجي تستثمر في النوادي فيها كل حاجه. انت عايز اللي هو مش لاقي حد يوقف جنبه يوقفه ويساعده. في مواهب كتير موجوده في الجامعات وفي النجوع وفي القرى، في كل محافظه فيها مواهب. الكابتن كرم جاي يعمل حاجه كويسه في البلد، لازم كلنا نمد ايدينا ليه. النهارده كان في مشاركه مجتمعيه من الاستاذ الكابتن الاستاذ محمد فوزي قبل ما يكون الاستاذ محمد، فهو لاعب كبير كره القدم، الاستاذ محمد لطفي، الاستاذ وليد عمر، الناس الموجوده كلها اول ما طلبناها، ودول يعني كمان ممثلين عن النائب الاستاذ نبيل الجمل، وهم على قدم وساق ان هم يشاركوا معانا، أو يعني في اي حاجه احنا بنشارك، وفي اي حاجه احنا بنبقى موجودين بين الناس. عايزين نقول ان في شباب في الوطن عايز يبني، عايز يبقى فيه مستقبل جديد. دولت بنات لازم يبقى لهم حق رعايه. فكون ان انت النهارده بتديله شهاده تقدير او بتديله ميداليه او بتديله كاس، طبعا لان الكؤوس مش لانك تحرز كاس، لا، الرياضه تهذيب للنفوس وليس احراز للكؤوس. صحيح. فمن هنا قلنا للمغلوب هارد لك، وقلنا للكسبان جود بلاي. اللعب النظيف اللي هو الفير بلاي، ازاي انك تساعد، ازاي انك تسلم على الخصم بتاعك، ما يبقاش عدوك، هو مش خصمك، هو منافس معاك على مركز، بتسلموا على بعض. النهارده تعرفنا جالي طلاب كتير النهارده عايزين ان هم يتابعوا مع الشركه. النهارده عملنا لهم لما نقلهم كده وفي ناس زعلت، عملنا الكابتن كرم. ده السؤال اللي جاي، انت لما لقيتهم زعلوا عملت لهم رحله ترفيهيه دي كانت زياده. دي كانت لمحه من الكابتن كرم النهارده، ومن اللجنه اللي كانت قاعده، ومن اللجنه الشبابيه اللي كانت موجوده، الكابتن محمد فوزي واستاذ لطفي استاذ وليد عمر. النهارده شافوا مثلا حزن في بعض الطالبات او الكلام ده كله، وانت عارف ان الانسان حزين لما يبقى زميل ياخد ميداليه. فاحنا عملنا لهم عن طريق الشركه من الكابتن كرم رحله لمدينه القاهره ل50 فرد منهم، هناخدهم وهنوديهم وهنقدر نقول لهم ان احنا بنقف جنبكم، ومش الدوله بس اللي هتفضل، لانها دايما نقول نرمي كل الحمل على الدوله. عايزين نقول ان لازم كلنا نساعد، كلنا نمد ايدينا للناس. النهارده امبارح جات لي دعوه من الكابتن كرم موافي، وهو الشركه المصريه اللبنانيه للهواه، وهو مدير الشركه. ودعوه تمت عن طريق الكابتن صبري شعبان، وهو المدير التنفيذي للشركه المصريه اللبنانيه، للحضور للحفل والمباراه للهاويين لعبه الهوكي. وبصراحه كنت افاجئ النهارده بالشباب الجميل اللي هو زهره مصر القادمه ان شاء الله، اللي هو خير البلد في بكره، ان احنا نمارس الرياضه بجميع اساليبها بجميع طرقها، بحيث ان احنا نقضي على الارهاب، لان هو ده نوع من القضاء على الارهاب. الشركه الراعيه لليوم النهارده، وجزاهم الله كل خير ان هم قدرونا وجم شرفونا النهارده في الكليه. تاني حاجه انا بشكر الطلبه اللي عملوا اللي هم يعني خلونا نقابل الشركه الراعيه النهارده. بشكر طلبه التخصص قسم اداره تخصص هوكي، بشكرهم على اليوم الجميل دوت اللي قدروا ان هم يجمعوا بنات من جميع الفرق الدراسيه هنا بالكليه ويعملوا لنا يوم جميل. يا رب النهارده نكون قدمنا لكم حلقه كويسه، حلقه تعجبكم، شملنا فيها السياسه
بالسينما، بالرياضة، لأن الثلاث حاجات دولت حاجات مجتمع. يا رب يا رب نعجبكم، ويا رب تشوفونا في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى، وإلى حلقة قادمة بأمر الله وعنايته.